محدث البخاري رقم الحديث 278 الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، والرواية صحيحة في البخاري: كانوا بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى، أي بني إسرائيل، قالوا أن يغتسلوا معنا إلا أنه أدر. فذهب مرة يغتسل أي موسى، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوب موسى، هرب الحجر، فخرج موسى في إثره. بعد وين خرج؟ من المسبح والملابس شارد فيها الحجر، يركض عريان، فرأوه بني إسرائيل وهو عاري، فقالوا إن موسى ليس أدر، فمسك موسى الحجر فأخذ يطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، يقول لك كظ الحجر ونام علي دقة 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 دقة. هنا كيف لنبي من أنبياء الله يسير عاريا؟ والمشكلة الإمام النووي يعلق يقول حتى بانت شيخنا، شيخي باور شيخنا لا استطيع أن أي يقول حتى بانت